قلبي قال صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. انا عارفه ان انا طولت عليكم جدا وانتوا وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. عاملين ايه؟ طمنوني عنكم. هبتدي اليوم ان انا بعمل القهوه بتاعتي، وقلت اعمل قهوه تركي. انا بقالي فتره كده نفسي في قهوه تركي وانا ما بجيبهاش خالص، لان انا بشرب اغلب الوقت يعني نسكافيه، وبحب طعم النسكافيه قوي. يعني عموما القهوه سريعه الذوبان انا بحبها جدا، فبحب اعملها بطريقه معينه كده وماشيه عليها بقالي فتره كبيره مبغيرش القهوه اللي انا بشربها. فبقالي فتره حاسه ان انا نفسي اشم ريحه بن كده في البيت. انا عايزه اشرب قهوه مغليه كده وكان نفسي فيها قوي بقالي فتره. فالفتره دي غيرت وجبت قهوه بقى تركي، وقلت ابتدي اليوم كده بفنجان قهوه جميل. وبالمناسبه يا جماعه انا بعد ما خلصت فورا فنجان القهوه ده للاسف هو اتكسر. طبعا هو نصيب وكل حاجه، بس ده ما يمنعش ان انا قريفت بسبب الفنجان اللي اتكسر ده. معرفش ليه، او يمكن كانت تلكيكه عشان اقريف نفسي. خلصت القهوه وقعدت شويه واتفرج على التلفزيون. بحب قوي الافلام القديمه اللي بتيجي على القنوات دي، بحب اتفرج عليها. وخلصت كده جزء من الفيلم شويه وقلت بقى اقوم احضر الغدا ايه؟ انا عملت فته. والاكله دي رغم انها سهله جدا انا تقريبا ما عملتهاش ولا مره من ساعه ما اتجوزت. قلت هضرب بقى الطماطم في الهاند بلندر، مش مستاهلين ان انا اطلع الخلاط واوسخه كده، فقلت اعمل اعصرها في الهاند بلندر. وكمان حمصت العيش البلدي في الميكرويف، خد دقيقتين بالظبط واتحمص من غير اي زيت ومن غير اي طرطشه ولا فرن ولا اي حاجه من الحاجات دي. وحقيقي كان متقرمش بطريقه تحفه ومش ناشف النشفان الفظيع ده. فجربوا كده انتوا تحطوه في الميكرويف هيعجبكم قوي. دايما لما تيجوا تعملوا فته ابتدوا باللحمه اللي انتوا تسلقوها. غير طبعا ان هي بتاخد وقت كبير، بس احنا هنحتاج الشوربه في كل الحاجات الباقيه. يعني كل حاجه معتمده على شوربه اللحمه اللي احنا سلقينها، فابتدوا بيها دايما. انا ابتديت اعمل التقليه، وهتسالوني ليه عملت التقليه على مرتين. يعني حبه كده احطهم في الصلصه وحبه بعدين احطهم على الفته من فوق. هقول لكم معرفش، ما حبيتش ان اعملهم يعني كلهم مره واحده في نفس الوقت، احساسي كده. فابتديت ان انا اشوح الثوم. وبالمناسبه البرطمان بتاع الثوم ده تحفه تحفه تحفه، وقاعد معايا وقت بقاله كتير وبيسهل عليا قوي من غير بقى ما افصص واهرس وكده، فلذيذ قوي. هاتوه وهيسهل عليكم جدا. بعد كده حطيت شويه خل في الطاسه باقيين ناخد بيهم الثوم، وابتديت احطهم على الصلصه. هنا كنت انا بحمر اللحمه وحطيت عليها شويه صلصه بتديها طعم تحفه تحفه تحفه. بس ما تنسوش ان انتوا تغطوا الطاسه اللي انتوا هتحمروا فيها، لان الطرطشه هتكون فظيعه. ولما تيجي تقلبوها على الناحيه التانية اقفلوا النار وابتدوا قلبوها عشان ما تبهدلش الدنيا برضه. ما صورتش معاكم انا عملت ايه الخطوات وكده، بس انا حطيت الاول الرز. وانا ما بحبش العيش يكون مبلول كده من الشوربه، فبحب بيكون متحمص كده على الوش وبيقرمش. فحطيت على الرز الاول الشوربه وبعد كده حطيت العيش. ابتديت هنا اعمل الكريم كراميل. دفيت اللبن مش بيغلي، مجرد ان هو تدفئه. وحطيت الكيس بتاع الكريم كراميل اللي هو الجاهز ده تدريجيا كده واحده بواحده واقلب.
وقعدت اقلب فيه لحد ما ابتدى ان هو يعني يعمل فقاقيع كده من على الجناب، وقفلت النار. مش بنسيبه يغلي، ولازم التقليب المستمر. خلاص اديني حجة البنسيون وانا هبيعه واديك فلوسك. ما تجيبهالك ازاي يعني؟ حطيت الكراميل اول حاجه في القالب قبل ما ابتدي في ان انا اعمل الكريم كراميل. وبعد ما خلصت بقى الكريم كراميل وان هو يبتدي يدخل في مرحله الغليان، حطيته فوق الصوص ده. ولازم تحطوا الكريم كراميل قبل ما يبرد وهو سخن كده. صباح الخير من اليوم التاني. واليوم ده انا صحيت من الساعه 7 وابتديت اليوم كده، وكنت حاسه ان انا ماليش نفس الفطار. ما تعملوش زي يا جماعه خالص، يعني بجد ما تعملوش كده. انا صحيت الصبح وشربت قهوه، وما كانش ليا نفس اليوم ده افطر. ما تنسوش وانتوا بتعملوا القهوه تحطوا جنبكم كوبايه ميه، لان القهوه من الحاجات اللي بترسب في المعده، خصوصا القهوه التركي. لازم بعد ما تخلصوا شرب قهوه تشربوا كوبايه ميه كده حلوه كبيره وراها على طول. ما تنسوش لو وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو تسيبولي كومنت وتطمنوني عنكم كده، وتعملوا لايك للفيديو. هنا ابتديت ان انا الملم البيت كده سريعا، اي حاجه مش في مكانها ارجعها، وهبتدي ان انا المع كل حاجه موجوده، اشيل التراب بس كده. وشغلت كمان سورة البقرة. بجد من الحاجات المريحة جدا اللي ممكن يعني تعملوها ان انتوا تشغلوا قرآن وقت ما انتوا بتنضفوا، وتحسوا ان انتوا ما شاء الله الحاجات بتخلص بسرعة من عليكم من غير ما تحسوا بتعب. فانا شغلت سورة البقرة وابتديت ان انا الم الحاجات كده بسرعة بسرعة، ولمع الحاجات. وكمان المفارش كان محتاجة الرنر اللي محطوط اللي هو على البوفيه كان محتاج ان هو يتغسل، فشلته وقلت ان انا هغسله. من الحاجات اللي ساعدتني جدا بصراحة الفترة دي فترة تعبي، ان انا بقسم الحاجات على قد ما اقدر وعلى قد جهدي وعلى قد طاقتي. يعني ما بزنقش نفسي ابدا واقول لا لازم ده كله يتعمل. انا طبيعتي اصلا يعني ما بحبش ان انا مرة واحدة اعمل الشقة كلها في يوم واحد. لا، بقسم الحاجات على قد ما اقدر، ولو حسيت ان انا فقدت الشغف في النص كده عادي جدا. ما بفضلش ان انا اضايق نفسي واقول انا ما عملتش وما سويتش و لا، عادي. احيانا بسيب الدنيا بصراحه تضرب تقلب كده واقول يعني صحتي النفسيه وصحتي الجسديه اهم 100 مره من ان انا ارهق نفسي في حاجه كده كده هي قاعده، ومحدش هيجي يقول لي انت ليه ما نضفتيش الترابايه دي، ليه ما عملتيش الحاجه الفلانيه. كده كده ده بيتي وانا حره فيه واعمل اللي انا عايزاه. من ساعه ما تعبت بصراحه وانا ما بقتش اجي على نفسي خالص، لان في الاول وفي الاخر وقت ما تتعبوا يعني خلاص، يعني هي بقى ده هيفيد بايه. فما تضغطوش على نفسكم ابدا، واعملوا كل حاجه بالراحه. وفكره ان انا بقيت اعمل الحاجات على مهل جدا بالراحه، من غير ما بنظف بسرعه وطبق بسرعه واعمل كل حاجه. بشغل حاجه انا حباها، بسمع قران، بسمع مثلا بودكاست معين واشغل الحاجه وافضل قاعده كده واطبق بالراحه على اقل من مهلي. هو انا ورايا ايه اصلا غير البيت، وان دي حاجتي ومفروض اعملها. انها اتعملت النهارده اتعملت بكره مش مهم، اهم حاجه ان هي كده كده هتتعمل من غير ما اضغط على نفسي والدنيا هتمشي. فحاولوا ان انتوا لو انتوا ضغطين على نفسكم في مسؤوليات البيت والتنظيف والاكل وكل الحاجات دي، هونوا على نفسكم كده ومشوا الدنيا بالراحه والدنيا سهله. وهتلاقوا فعلا ان انتوا واحده واحده اتعودتوا ان هو ده الصح والمفروض يتعمل. مش المفروض ان انا ارهق نفسي 24 ساعه في البيت عشان يبان ان انا بعمل. عادي، واحده واحده والحاجه كلها تخلص. ابتديت ان انا اشيل كل التراب الموجود في الريسبشن، يعني اي سطح محتاج ان هو اشيل من عليه التراب عملت كده.
ومش تنظيفات عميقة، غير ان انا مش يعني ريحة التراب دي ما كنتش شماها. ملحوظة انا يعني عشان في ناس هتكتب لي انتي كل التراب ده مسحتيه بفوطة واحدة، فاكيد لا. انا عندي الفوط انا موحده شكل الفوط كلها بتاعه التنظيف، مخليها كلها شكل واحد، يعني مش جايبه كذا لون، هو لون واحد شكل واحد وجايبه منه عدد، لان انا ما بحبش بصراحه منظر الفوط بتاعه التنظيف ان كل واحده شكل دي. خلصت تنظيف الباب ورجعت كده للبوفيه وعملت تغييرات بسيطه، مجرد ان انا نقلت الديكورات من مكان لمكان تاني، ده فرق جدا جدا في شكل البوفيه. ان هي حاجه بسيطه قوي عملتها ونقلت قطعه من مكان لمكان تاني، بس فرق جدا معايا، حسيت بتجديد وتغيير. فانتوا كمان اعملوا كده، لو عندكم قطعه ديكور بقالها فتره كبيره حاطينها في مكان معين، مثلا في غرفه معينه، انقلوها كده من الاوضه دي للاوضه دي، او مثلا المكان اللي في الريسبشن حاطينه في حته انقلوها للحته التانية، هتحسوا بجد بتجديد كده وتغيير. فانا ابتديت ان انا اشوف ايه القطع الديكور اللي انا عايزه اغيرها. يعني مثلا كنت حاطه على البوفيه، لو تفتكروا لو في الفيديوهات اللي قبل كده، كنت حاطه في الفازه ورد لونه بينك كده، فانا نقلت الورد ده في حته تانية وجبت بقى الفازه التانية دي وحطيتها مكان البوفيه. فاهمين قصدي انا عايزه اقول ايه؟ بس فجربوا كده، اعملوا الحركه دي هتفرق معاكم قوي في نفسيتكم. بعد كده ابتديت ان انا يعني ابدل الخداديات بتاعه الركنه مع بعض، عشان ما بحبش فتره طويله يكونوا موجودين، بيبقى واحده هبطت كده وواحده لسه منفوخه فبحب ان انا دايما ابدل فيهم. وبعد ما رتبتهم وشلت كل حاجه ما كنتش محتاجاها على الركنه، وغيرت اماكن الكوشنز وظبطتها كده ورتبتها، هقول لكم حركه انا جربتها بصراحه وما كنتش عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي الا بعد ما اجربها واحس بفرق. انا نفضت طبعا الركنه كلها من اي تراب موجود فيها، وبعد كده جبت فوطه وحطيت فيها شويه ميه، بس عصرتها كويس قوي قوي قوي، وحطيت عليها يعني نص غطا كده من المعطر بتاع الملابس ايا كان بقى اللي بتستخدموه. انا استخدمت في الفيتا حلو قوي 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 اللي هو البينك، وابتديت ان انا امشي كده على الركنه بيه يعني هي مش مبلوله قوي، فعطرته، حسيت ان هي لو في مثلا ترابايه او كده شالتها برضو. وفتحت الشبابيك بعد كده، وبجد الريحه فضلت ثابته فيه، وكل ما اروح اقعد على الركنه كده فيطلع ريحه حلوه. فجربوها بجد، الخطوه دي تحفه، ومن الحاجات اللي المعطرات بتمسك فيها قوي المفروشات. فحاولوا دايما وانتوا بتعطروا ان انتوا تعطروا المفروشات، لان دي اكتر حاجه بتمسك فيها الريحه. وما تنسوش طبعا من فتره للتانيه لازم تشيلوا الستاير، او لو عندكم مثلا ثروع حاطينه على الركنه، كل الحاجات دي تغسلوها وتعطروها كويس قوي، ان بتمسك فيها اكتر حاجه بيمسك فيها الروايح هي الحاجات دي. ممكن بقى ريحه المطبخ، البصل والثوم والحاجات دي كلها بتمسك في المفروشات. فحاولوا من وقت للتاني كده ان انتوا تنظفوها حلوه قوي وتعطروها. بجد يعني فرايداي كل مره ينزل حاجات يعني بتبهرني اكتر، وبجد كميه كالوريز مش طبيعيه، بس انا بصراحه ما بقدرش اقاومه. فمش مهم بقى ناكله دلوقتي وبعدين ضميرنا يأنبنا بعدين، عادي جدا مفيش مشكله. بس ده بصراحه حلو قوي، لو جربتوه قولي لي عجبكم ولا لا، ولو لسه ما جربتوهوش جربوه مش هتندموا. ولو في حاجه من فرايداي عجباكم كده قولي لي في الكومنتات، يمكن انا لسه في حاجه فايتاني مثلا. صباح الخير من يوم الجمعة. صحيت الصبح كان بدري قوي، صحيت الساعة 7:30 وعملت ايس كوفي كده وفوقت بيه، وبعد كده قعدت شوية وشغلت طبعا قرآن، وكان خلاص بقى دخل وقت صلاة الجمعة. صليت وحسيت ان انا خلاص في بقية اليوم ده مش قادرة ان انا اعمل يعني اصور او اشارك بقية اليوم معاكم، مع ان انا كنت ناوية اكمل باقي اليوم، بس حسيت ان انا فقدت الشغف كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. بحبكم قوي واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. باي باي.